أمير هشام اللي بيقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، برغم إني مش بطيئه بحسه ملزق وسمج، وخصوصا بعد ما تطاول على المنيسي. لكن أمير هشام عنده معد برامج شاطر جدا اسمه محمود شوقي. محمود شوقي جاب له انفراد إن الزمالك مأجر فريق الكورة لشركة MGB للتسويق الرياضي. الشركة دي مملوكة لمحمد العاصي اللي كان بيدير نادي أرميريا الأسباني المملوك لتركي الشيخ سابقا. وقال كمان إن جون إدوارد موظف في الشركة، وإن كلهم ما بياخدوش أجر من الزمالك، شغالين بنسبة من بيع وشراء اللعيبة. دي المعلومات اللي قالها أمير، وقالها في صورة خبرية بدون أي تجاوز في حق الزمالك. فحسين لبيب والزمالك كالمعتاد راحوا اشتكوا أمير والبرنامج والقناة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، زي ما اشتكوا كريم رمزي ومشوه من أون زمالك سبورت قبل كده، رغم إن كريم كانت معلوماته صحيحة وكان جايبها من فاروق جعفر. المهم، هم اشتكوا أمير والقناة لأن المعلومات رغم إنها صحيحة تماما لكنها بتكشف مجلس الإدارة وبتعريه قدام جمهور الصفوة، وبتوصل رسالة سهلة وبسيطة للجميع: مجلس الزمالك فاشل باقتدار وما بيعرفش يدير وهيغرق النادي. فراحوا تعاقدوا مع حد بيفهم يمكن ينقذ النادي، وأمير هشام كل اللي عمله إنه فضحهم. تمر الأيام ويطلع نصر الدين كارتيت رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي يعمل تصريحات لموقع القاهرة 24 عن انتقال عبد الحميد معالي للزمالك. الانتقال ده كان مقابل 500 ألف دولار بس. هو قال كده: احنا اديناه هدية للزمالك بسبب العلاقة الجيدة مع الزمالك ومع محمد العاصي. يا دي الكسفة اللي انت فيها يا حازم. الراجل خلى شكلهم فانيلات حمالات. ما هو الكدب ملوش رجلين، وجمهوركم عرف وتأكد انكم زي ما أجرتوا النادي اللي بتاع الكشري، وزي ما أجرتوا حمامات السباحة المستثمر، أجرتوا الفرقة السمسار بعد فشل كلا من أحمد سليمان وحسين السيد والأسطورة حازم إمام والعالمي ميدو والجنايني بالمرة. وكمان فشل مجلس الإدارة بقيادة نص المسؤول لبليبو قائد السوقة والعوام. وأصبح نادي الزمالك بيدار بنظام الBOT أو حق الانتفاع، وقريب قوي يمكن نشوف لعيبة بتتأجر بالماتش أو باللفة. وقال إيه؟ الزمالك بيغير جلده، الزمالك بيتطور للإيجار من المالك مباشرة. فرقة كورة على الأبيض استعمال طبيب، ملهاش في البطولات، هايلة في التحفيل والكيد بقيادة فريرة موحد الخطين. الوسطاء يمتنعون، الشكوك ممنوعة والزعل مرفوع. ناس ما عندهاش دم.